ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهارده السمك المشوي بطريقه سهله جدا. مش هتحسي ان انتي اصلا بتشوي سمك، يعني لا في دخان ولا وجع قلب. ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك وينزل يدوس على زر الجرس عشان توصلوا كل وصفاتي. انا معاكم سوسن سليمان. بصوا بقى، احنا عندنا الخلطه بتاعتنا ايه، او المقادير بتاعتنا، او الخطوات اللي هنمشي عليها. بص بقى، انا عندي هنا سمك بولتي، بجيب الحجم الكبير شويه، وطبعا الراجل بيكون منضفه كويس، بس انا بعيد عليه تنظيف تاني. بغسله مره واتنين وتلاته بالميه والليمون، وبيبقى معايا زي الفل. وبحافظ على القشور اللي بره اللي انتوا شايفينها دي علشان تحافظ على قوامه وانا بشويه. هنجيب بوله كبيره، هنحط فيها بصل شرايح، وهنحط فيها جزر، وهنحط فيه فلفل الوان، ونحط طماطم برضو شرايح، وكرفس وشبت وبقدونس. وهنحط عليهم بقى التوابل. هنحط نص معلقه كبيره من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، وهنحط بابريكا. يبقى حطينا التوابل دي كلها. نحط عليهم بقى نص فنجان من الزيت، ونص فنجان من الليمون. ما تتخيلوش الخلطه دي ريحتها عامله ازاي، ريحه الكرفس مع الجزر مع الفلفل مع الطماطم. وبرضو حطيت توم، شرايح توم، قلبتهم كويس جدا لحد الخلطه دي كلها ما تشرب من التوابل ومن الزيت ومن الليمون. هنفتح كده بطن السمكة ونحشي بيها الخلطة اللي احنا عملناها، ونقفلها كويس كده بايدينا، ونسيبها حوالي ساعة في التلاجة لحد اللحم بتاع السمك ده ما يتشرب من التتبيلة. وفي خلال الساعة دي احنا بنكون بنعمل الرز، اذا كان رز ابيض او رز صيادية اللي يعجبك. نبتدي بقى نحضر مخالة الدقيق او الردة دي، بنجيبها من عند اي عطار او بنجيبها من اي فرن عيش بلدي. بنجيب كمية حلوة كده، بنحط عليها حوالي نص معلقة من الملح، ونبتدي بقى نبدر او نبدر السمك. بنكبسه كويس جدا من الردة، وطبعا بنكون مولعين الفرن بتاعنا على اعلى درجة. الخطوة دي حلوة قوي وسهلة جدا، يعني انا ما حسيتش اصلا ان انا شويت سمك في البيت. حطيته في الفرن، قعد معايا حوالي نص ساعة، وشغلت الشواية عليه من فوق والفرن من تحت، استوى معايا من تحت ومن فوق. نعمل بقى الخلطة اللي هنسقط فيها السمك، او اللي هنشرب بيها السمك. حطيت جزر، وحطيت فلفل، وحطيت كرفس، وحطيت شبت، وحطيت بقدونس، وحطيت توم، وحطيت ملح وفلفل اسود، نفس البهارات اللي انا حطيتها جوه الخلطة اللي حشيت بيها السمك. وحطيت كمون، وحطيت بابريكا برضو. وطبعا انا بعملها في الكبة او بتعملها في الخلاط. حطيت فيها شوية ماء عشان تساعد معايا مع موضوع الخلط ده. وبعد كده حطيتها في بولة وزودتها شوية مية، وحطيت بقى شرايح الليمون. ما تتخيلوش الريحة كانت عاملة ازاي. وحطيت شوية خل، حوالي نص فنجان من الخل ونص فنجان من الليمون. وطبعا دقتها كويس جدا علشان اعرف طعمها مظبوط ولا لا. وحطيت بقى شوية بقدونس كده جواها. واول السمك ما خرج من الفرن ابتديت انزله في المية اللي انا عملتها، او السيرب او الخلطة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده قدمتها بقى في السيرفيس. انا بكون حطيته بقى من تحت كده بقية الخلطة اللي انا كنت حاشية من جوه، وزينتها بشرايح الليمون، وبرضو اديتها كده شوية من السيرب اللي انا نزلته فيه. واللي هيوديه حتة تانية خالص بقى الفحمية، او طعم الفحم اللي انتوا شايفينه ده. لازم اديله ريحة الفحم كأني شوية على الفحم. وغطيتها حوالي نص ساعة عشان تشرب من ريحة الفحم. وخلاص كده، وبألف هنا وشفا. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.